الله وبركاته. من قناة شيخة زينة الموالي نقدم لكم الأبراج. برج الثور معروف عنه برج عنيد، برج ثقيل، برج يعني كبريائي، برج متواضع، برج حبوب وطيب، برج ذو طاقة يعني واسعة، برج يتحمل الهموم والأذية، وتحمل هواية من عمره، يعني كلش يعني تأذى بيها بالسنوات الماضية، وتأذى بيها وما زال دا يتأذى، لأن هو روحاني، لأن هو طيب، لأن هو يعني مقطع، لأن هو ما ينتظر شيء من المقابل. لكن بإذن الله ومشيئة الرحمن إجت السنة السعيدة إلى سنة 2024. سنة راح تمتد من شهر 4 لنهاية السنة إن شاء الله. راح تكون يعني البداية جميلة والنهاية أجمل وأجمل. راح يكون عنده انتصارات قوية، راح يكون عنده انفراجات كلش كبيرة، راح يكون عنده محطات من السعادة والفرح والسرور. يا برج الثور أهنيك إن شاء الله بهاي السنة، راح تكون من حظك ونصيبك، وعندك اللي كانوا حاقدين واللي كانوا سالبين راحتك واللي كانوا متسلطين عليك راح يزولون بأمر الله، راح يزولون أو الله يهديهم ويعني يكونون سلسين وياك بالمحبة، لأن أنت من النوع المأكول مثل السنشة مأكول مذموم. برج الثور دائما مقطع، دائما طيب، دائما حنون، الحنية بيه، دائما يكون ينطي ما ينتظر الجاي، ما ينتظر اللي راح شنو ايش راح ياخذ وايش راح يجي له، دائما يكون خير وحبوب. برج الثور انت مقبل على ايام الزواج او ايام قسمة ونصيب للفرحة لكل شيء. اذا مواليد فراح يكون عندك مواليد حلوة وفرحة، وعندك شجرة ثمار، عندك يعني دا أشوف أني الله راح يرزقك ويفتحها عليك من واسع. هي هاي السنة مالتك، سنة سعيدة زين. كل السنوات اللي مضت بكوم، واحنا بهذا الجديد كوم ثاني. أنا آخذ لك كم طاقة يا برج الثور. انت عندك راح تلعب بالدنيا لعبة بيك، لعب يعني مثل ما يقولون ذبت حملها كلها عليك، من أقرب الناس ومن أبعد الناس ومن كلها. لكن هسه أنت طاقتك راح تكون طاقة إيجابية، طاقة راح تكون يعني الفرح والسعادة. إيش عندك من مصاعب، إيش عندك من وقفات، إن كانت حكومة، إن كانت تيسير أمور زواج، إن كان تعسر يعني أقصد سوري تعسر بأمور زواج، إن كانت عدم الحمل بظروف كانت غامضة أو مقفولة. هسه كله عندك مفتوح، كله عندك هاي السنة سنة الخير ما شاء الله. يعني حتى طاقتك إيجابية قدامي. أنا أخذ لك الطاقة والطاقة. شوف أنت يعني عندك الفرح والسرور والشمس خلفك، والطاقة القوس قزح أمامك، يعني راح تتلون حياتك بالجديد. قدامك الخير والبركة إن شاء الله. وحبايب قلبي لا تنسون شير ولايك واشتراك بالقناة، ولا تنسون تعليقات الجميلة مالتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي.